الله. شوف هذا التكتيك وهذا التكنيك الجديد اللي يعتمده منتخبنا الوطني من الجهة اليمنى. شوف ايمن، لاحظ ايمن، عينك على ايمن، وماركو بالراس، خطيرة بالراس، لكن كرة الى خارج ارضية الملعب. حلوة المحاولة كانت من مارك، حلوة المهارة اللي تخلص من خلالها ماركو بالراس. جول! الله على راسية من ايمن حسين مرة اخرى، ركلة زاوية، كرة تلعب داخل منطقة الجزاء بالراس إلى خارج أرضية الملعب، وتحولت إلى ركلة مرمى للاعب أو لحارس المرمى باتي وات أمامك. والأفكار اليابانية واضحة. ماركو فرج بمحاولة، حلو هذا اللاعب، جميل هذا اللاعب. من أنت؟ المنتخب التايلندي واحد من الأربعة المشاركين دائما. أيمن حسين، تسديدة قوية إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب عند أيمن حسين. المنتخبات هذه ما تعتمد على القوة البدنية، بالتالي الكثرة تغلب الشجاعة، وهناك كثرة من ماركو فرج جميلة وطويلة وسريعة. إلى ذلك المونديال سادس الركنيات بالراس، خطيرة للمنتخب الوطني. كرة للأمام، تيراك بمحاولة تايلندية لكن سهلة التأقلم مع كل الظروف. هنا انطلاقة تايلندية، محاولة للوصول إلى مرمى المنتخب الوطني، والكرة إلى عرضية داخل المنطقة، لكن التسديدة ربما من كيفن يعقوب. يا ساتر، خطيرة من كيفن يعقوب. لا زالت الكرة بها محاولة عند يوسف الأمين، يوسف لكيفن، عرضية ثانية كريم، تغطية من الجهة اليمنى، حذاري من هذه الكرة، والكرة إلى اللي موجود بين الأسماء العراقية الذهبية. شيركو إلى يوسف، حلوة من يوسف، خطيرة من يوسف، تسديدة من يوسف، قوية من يوسف، جميلة من يوسف. الكرة إلى خارج أرضية الملعب، كانت قاب قوسين أو أدنى. شوف بنيامين بمحاولة تايلندية على مرمى الرافدين، لكن كرة تصدي من جانب الريبن سولاقة، الكرة اللي أبعدها الدفاع. وهذا الرجل الذي أمامك بها تسديدة لمنتخب تايلاند على المرمى لكن سهلة إلى جلال سوباتشوك على اليسار. تمريرات مستمرة للمنتخب التايلندي، راح يمر عرضية داخل منطقة الجزاء على القائم البعيد، والكرة محاولة للمنتخب التايلندي خطيرة، والهدف الأول لمنتخب تايلاند. ما الذي حصل في فترة الإعادة؟ ما الذي حصل في صورة الترانزيشن؟ دعونا نتابع. هدف لتايلاند. الهدف، الفار يقول بأن الهدف ألغي. نعم، تسلل، الحمد لله، تسلل واضح كان، والفار كرة بالراس. والهدف الأول لمهند علي بمحاولة عراقية، سجل من خلالها الثالث الأهداف، وبالتالي وضعها على راسه تماما بالعرضية على راس مهند علي. وبالتالي احتاجنا 75 دقيقة لأن يدخل ميمي، لأن يضع لمس تميمي، لأن يضع راس